السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. موضوع حلقتنا لليوم موضوع مهم ومميز، ولأهمية هذا الموضوع مثل ما تكونوا شايفين جو ماطر وطلعت تحت هالمطر لحتى أصوركم هالحلقة هاي. طبعا أنا حكيت لكم أنا ماني موجود في المنزل، ماني موجود في الولاية، أنا موجود في مكان عمل حاليا، فبعتذر منكم كثير ما عم بتشوفوني بشكل مستمر على الفيديوهات أو في غرفة الإنتاج تبعي. حاليا أنا بعيد عن غرفة الإنتاج، ولكن اليوم موضوعنا موضوع مثل ما قلت لكم موضوع مهم، هو ارتفاع الاسعار وانخفاض الاسعار وخدع التجار وخدع بعض وتلاعب بالاسعار، وراح اعطيكم اياها بالتفصيل نقطه نقطه. طبعا اخوتي الاعزاء، انتم ملاحظين بهالفتره هاي انه الاسعار تبع الطيور صارت معدومه، والسبب يرجع الى ذلك اخوتي الكرام الى التجار. بيحددوا نوع من الطيور بيرفعوا سعره بيكون هن مشترينه. على سبيل المثال بالاردن المشمشه او البنانه او الاغات كان سعره بال 200 دينار، 300 دينار، 400 دينار، 1000 دينار، 1500 دينار وصل، وحاليا ب 30 دينار وما حد عم يشتريه. شو السبب؟ السبب انه التجار جابوا دفعه من الكويت ونزلوها على سوق الاردن وصاروا ينزلوها بالاسعار، ينافسوا الناس بالاسعار. بعد ما ينافسوا الناس بالاسعار وتنزل قيمه الطير، بيروحوا بلموا الطير هن كله، بلموا الطيور كلها ب 30 دولار، ب 15 دولار، وب 10 دولار، بلموها كلها. بعد ما يلموها كلها بينفقد الطير من السوق، وهون تصير اللعبه طبعا مو بس بالاردن، في جميع انحاء الوطن العربي، مو بس بالاردن، يعني بالجزائر، بالمغرب، بسوريا، بالعراق، بالكويت، بالخليج، نفس الترتيب، نفس التفصيله، تنسيق عالمي. هو شراء نوع من الطيور، اخفائه من السوق ورفعه بعد ما يختفي من السوق، صار الطير نادر. فانت كمتابع شو لازم تسوي، او انت كمربي شو لازم تسوي؟ اذا ما كيفك السعر لا تبيع، اذا ما كان السعر الحقيقي لهذا الطائر لا تبيع، ولا تخلي واحد مثل هذا التاجر يلعب فيك او يلعب بطيورك بطريقه يستغلك فيها. وانا بدي اوجه رسالتي للتجار بشكل كامل، بشكل عام للتجار: اتقوا الله، اتقوا الله، لانه في ناس عايشه من وراء هالطيور هاي. شغله ثانيه، من ساعه انا نزلت فيديو ورجعت حذفته لان كنت ناسي شويه معلومات بموضوع عن نفس سياق الموضوع، ارتفاع الاسعار ونزول الاسعار. من نصف ساعة ومن تقريبا مشي ساعتين تواصلت مع شخص عارض جوز كوكتيل نوع الألبينو على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. طبعا قلت له أخي الكريم في مجال اشتراء الطير هذا؟ قال لي أوكي. ايش قد السعر؟ أنا تفاجأت بالسعر. اليوم سعر الطيور المتواجدة في تركيا، سعر الألبينو المتواجد في تركيا حقه 3000 ليرة تركي، تمام؟ بتفاجأ بالسعر إنه ب1000، يعني في 2000 فرق. طيب شلون صار هيك؟ هدول النوعية من البشر، او بتلاحظ انت طفرة حسون حقها 1000 يورو معروضة ب 100 يورو او 150 يورو، تمام؟ فانت من محبتك للطير دغري بتحكي مع صاحب الطير: خيو في مجال اشتري منك الطير؟ اوكي. بيقول لك ما في مشكلة، ببيعك الطير، حول لي 50 يورو. طبعا انت بمحبتك للطير مباشرة راح تروح تحول له 50 يورو، انه شو 150 يورو بحسن ما اشتري ب 1000 يورو، لا بروح بشتري الطير ب 150 يورو. ولكن هاي ال 50 يورو كانت لعبة ونصبي عليك، راحت عليك ال 50 يورو، ممكن يعمل لك بلوك، ممكن يبطل يرد عليك الهاتف. وايضا انتبه لموضوع سلامة الطير قبل ما تشتري. لا تثق باي انسان، وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيها فساد كتير، فيها ناس غير اخلاقيين، فيها ناس طماعة، والطمع بالدين وليس بالمال، فيها ناس حقيقة أساءت لهذه الهواية بشكل كبير. وأيضا وملاحظة مهمة كتير لخبراء الموجودين على الفيسبوك: يا أخي والله العظيم عم بشوف على الفيسبوك أمور ما أنزل الله بها من سلطان. حب التهاب 500 يا زلمة تعطيه للطير، حب التهاب 500 بتقدمها للطير، حب التهاب 1000 انتبيوتيك بتقدمها للطير. واحد بيقول لك روح حط له فازلين خليه ياكل الطير فازلين. واحد بيقول لك هذا معه مرض القانصه، بتقول له معه مرض الكبد. واحد بيقول لك معه كوكسيديا، بتقول له معه ميجا بكتيريا. يا شباب، اذا ما عندكم خبره في مجال تربيه الطيور، ما عندكم خبره بتشخيص الامراض، لا تشخص، لا تبدع، لا تبدع. اترك الابداع لاصحاب الاختصاص، اترك الابداع لاصحاب المهنه، اترك الابداع لاصحاب اللي تعبوا لحتى وصلوا للمراحل هاي. مو موضوع انه والله تكبر او انا التوب وغيري، لا لا، كلياتنا اخوي، كلياتنا عم نتعلم لحد اليوم، كلياتنا بينقصنا علم. ولكن لما بيكون انت عندك العلم الكافي شخص. اما اذا ما عندك علم كافي او ما بتعرف بامراض الطيور او ما لك علاقه بامراض الطيور، لا تشخص للناس، لا تموت طيور الناس. اكثر من 60 حاله تواصلوا معي على الماسنجر، حالات كلياتها قانصه، قايلون ما بدي اذكر اسم عشان لا تقول لي مين هذا، ما راح نذكر اسماء. قايلون كبد قانصه، كبد يا زلمه، يا زلمه مبيني القانصه هون والكبد هون، مبين الموضوع.
واحد تاني بيعمل لك امراض، مخترعين لي امراض جديده، المعده الميكانيكيه للطير. شو هاي المعده الميكانيكيه او الامعاء الميكانيكيه للطير؟ كل يوم مرض جديد، كل يوم بدك تنزلوا لنا مرض جديد للطيور. خلاص الميجا بكتيريا هي المرض الرئيسي لعمليه حركه الامعاء. في عندنا مرض ثاني، مرض الديدان، هو بسبب حركه امعاء. هاي الميكانيكيه منين جبتوا لي اياها؟ منين؟ يعني والله العظيم صرت ببيع طيوري انا كمقدم محتوى على على اليوتيوب وصاحب محتوى على اليوتيوب. والله افكر بيع الطيور من هالتفاهات اللي عم بشوفها على الفيسبوك، ومن التفاهات اللي عم بشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. بكفيكم ضحك على الناس ولعب على الناس؟ بكفي لحتى تبيع شقفة دواء وتربح فيها 5 يورو تضحك على متابع او تضحك على شخص وتشوفه محتاج؟ عيب. اتقوا الله، اتقوا الله، لا اله الا الله. ولهذا القدر بكتفي معكم بهذه الحلقة، بتمنى تكون نالت اعجابكم. لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم.